هعيد نشر الفيديو ده تاني علشان اللي فايته الجزئية دي او مش عارف يلاقيها على اي منصة من منصات السوشيال ميديا مش هتلاقيها غير عندي. توقع نتائج ماتشات الدوري الانجليزي، بتوقع كل اسبوع نتائج العشر ماتشات وبصيب فعلى الاقل في نتيجة 6 ماتشات منهم، واللي متابع القناة عندي عارف كده كويس. فهشير الفيديو ده تاني فرصة للناس تتعرف برضو على المحتوى، ولو موصلش لحد يوصل لهم. فاعمل فولو واعمل سبسكرايب عشان توصلك نوتيفيكيشنز كل مرة يبقى فيه فيديو او فيه لايف جديد تقدر تعرف منه نتائج الماتشات او حتى نصايح، توقع نتائج الماتشات او حتى نصايح الفانتزي. ليه الفيديو ده بالتحديد اللي هشيره مش اي فيديو تاني توقعت فيه نتائج ماتشات الاسبوع ده او حاجات تانية طول الموسم؟ لان الفيديو ده كان فيه ماتشين. الماتش الاولاني خلص بنتيجه كبيره جدا بتاع ليفربول وتوتنهام، وده صعب تتوقع كميه الاهداف الكتيره دي في ماتش في مستوى زي البريمير ليج. والماتش التاني كان تريكي جدا بتاع تشيلسي وايفرتون، صعب تتوقع نتيجه ماتش زي ده. فهشير مره تانية واعمل فولو عشان تجيلك نوتيفيكيشن بكل مره اكون موجود لايف او بنزل شورت فيديو تقدر تتابع فيها كل الاخبار دي. انا اسمي محمد ناجي وده 10 موسم فانتزي ليا. بفكر ابيع بوين واجيب بالمر او لويس دياز. ده عمر ايه رأيك؟ والله لويس دياز ممكن يبقى اوبشن حلو الاسبوع ده. انا شايف ان ليفربول هيسجل اهداف كتير، ممكن يكون اكتر فريق هيسجل اهداف الاسبوع ده ليفربول. ولويس دياز هو اكتر مهاجم اون فورم في الفريق بعد صلاح طبعا. فرصة كويسة يحتفلوا بالدوري قصاد جمهورهم، ياخدوا ال3 نقط يحتفلوا بالدوري. وتوتنهام فريق ضعيف جدا هينافسهم شوية، توتنهام برضو هيديهم ماتش مش سهل طالما هو اخر ماتش في الدوري. هيبقى ماتش ممتع وفيه اهداف كتير. اتوقع ليفربول يسجل من 3 ل5 اهداف، مش هستغرب لو ليفربول كسب 5 حتى. فممكن لويس دياز يبقى اوبشن حلو. بالمر ريسك شويه، وايفرتون مش الفريق اللي تقدر تسجل فيه هدفين وثلاثه واربعه الصراحه بالفورمه بتاعتهم دي. انا بتوقع ممكن تشيلسي، مش هستغرب لو خد نقطه واحده بس من الماتش ده، يعني قصدي في الاخر لو سكور جيم ما فيهوش اهداف كتير، 1-0 1-1. ماتش ليفربول وتوتنهام ممكن يبقى فيه اهداف اكتر في وجهه نظري.